السعودية سواء اختلفت معاها أو اتفقت، أيا كان موقفك منها، عمرها ما كانت ضعيفة حتى في وش أمريكا. وخليني أحكي لك حكاية غالبا حضرتك ما تعرفهاش. بعد تحرير الكويت القوات الأمريكية فضلت موجودة في السعودية، وتحديدا في قاعدة الأمير سلطان الجوية. تمام كده؟ تمام. تيجي بعدها سنة 2002 صحيفة الواشنطن بوست تقوم نشر تقرير متسرب لها من المخابرات الأمريكية. التقرير كتبه واحد من أهم المسؤولين في البنتاجون أو وزارة الدفاع الأمريكية، بيطالب فيه الحكومة الأمريكية إنها تحتل العراق والسعودية وتسقط حكم آل سعود علشان تقدر تسيطر على آبار النفط في الدولتين. تخيل أنت واحد امتلك آبار النفط في العراق والسعودية، يبقى امتلك العالم. طبعا بمجرد ما التقرير ده اتنشر السعودية اتضايقت جدا. حاولت السلطات الأمريكية إنها تطمن السعودية بأن التقرير ده مجرد رأي شخصي مش قرار، إلا إن غضب السعودية كان كبير، والغضب ده كان لسببين. الأول إن أمريكا ما نفتش التقرير، دي أكدته لما قالت إنه مجرد رأي شخصي، يعني التقرير صحيح. أما السبب الثاني فهو أنتوا إزاي تفكروا كده أصلا؟ سعودية إيه اللي تحتلوها ونظام آل سعود إيه اللي تسقطوه؟ أمريكا تراضي في السعودية يمين شمال لكن مفيش فايدة، لدرجة إن ولي العهد السعودي الملك عبد الله وقتها رفض يرد على اتصال الرئيس الأمريكي بوش أكتر من مرة، كلمه في التليفون أكتر من مرة ورفض يرد عليه. مش بس كده، دي السعودية كمان رفضت إن أمريكا تستخدم قواعدها في غزو العراق. والاخطر من كده انهم طردوا القوات الامريكيه الموجوده في قاعده الامير سلطان الجويه اللي كانوا موجودين فيها. طيب احنا ليه بنوصف خروجهم من السعوديه بالطرد؟ لان الشيخ حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الاسبق في شهادته بيقول انه في الوقت ده كان موجود في باريس، وفجاه جات له مكالمه من امريكا بيطلبوا منه فيها انه يفتح لهم قاعده العديد علشان ينقلوا فيها القوات الامريكيه الموجوده في السعوديه. فرد عليهم وقال لهم طيب سيبوني اراجع الامير حمد وقولوا لي عاوزين تنقلوهم امتى. فردوا عليه وقالوا له حالا القوات موجوده دلوقتي فعلا بشنطهم على الحدود القطريه. ودي تفصيله مهمه بتوضح لك ان السعوديه ما ادتش امريكا فرصه علشان تدور على مكان لقواتها، دول طردوا القوات الامريكيه بشكل فوري، اطلع بره انت وهو دلوقتي. فاضطرت امريكا انها تدور على اقرب مكان للحدود السعوديه اللي هي قطر، وفعلا قطر وافقت وفتحوا لهم قاعده العديد. ده طبعا غير موقف قطع السعوديه للنفط عن امريكا في حرب اكتوبر، وموقف هيلاري كلينتون لما اتصلت بالسعوديه علشان تمنعهم انهم يبعتوا اي قوات لمنع اي حركه تمرد في البحرين وقت ثورات الربيع العربي. فردت عليها السعوديه وقالت لها ان القوات عبرت الجسر، اللي هو بالبلدي كده احنا ما بناخدش اوامر من حد. ده غير الموقف الأخير لما جو بايدن طلب من السعودية رفع إنتاج النفط علشان يعوضوا النفط الروسي اللي قطعوه عن أوروبا في حرب أوكرانيا، لكن السعودية قالت لهم لا، واضطر جو بايدن إنه ينزل يزور السعودية بنفسه، ومع ذلك برضه ما خدش اللي هو عايزه. اللي أقصد أقوله هنا إن التاريخ بيقول إن السعودية لا بتخاف من أمريكا ولا من غيرها، وحماية أمنها القومي أولوية مش هيستنوا فيها الإذن من حد. وهنا نرجع لتعليل المخابرات البريطانية على امتلاك السعودية لسلاح نووي، واللي قالت فيه ان السعودية دولة نووية عندما تريد ان تكون نووية. لان التعليق ده بياخدنا لتصريح رسمي سنة 2018 للامير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، اللي قال فيه ان المملكة العربية السعودية لا تريد امتلاك اي قنبلة نووية، لكنها ستمتلكها دون شك اذا سمح لايران بامتلاك سلاح نووي. اخيرا سيد المواطن، السعودية بتحمي نفسها وبتدافع عن شعبها، وسواء قدرت تمتلك سلاح نووي زي ما كل اجهزة المخابرات في العالم بتأكد، او لم تمتلك سلاح نووي زي ما السعوديه بتنفي، فاحنا كعرب يفرحنا ان السعوديه تمتلك سلاح نووي. طب يا ريت احنا كمان يكون عندنا سلاح نووي حتى برضه لو هننفي، ما هو يا تنزعه من كل دول العالم يا نمتلكه زي اقوى دول العالم، واللي باذن الله السعوديه واحده منهم.